في هذا الفيديو غادي نكتشفوا شحال كيدخلوا اشهر ستريمرز المغاربه من منصه كيك، واللي يلاه تعرفت مؤخرا وقدرت دير ضجه كبيره في عالم الستريم بسبب المبالغ الكبيره اللي كتخلص بها الستريمرز ديالها. فشنو هو السبب اللي خلى معظم الستريمرز المغاربه يتحولوا لكيك واخا كانوا في دي بلاتفورم اخرين بحال فودكا، احمد الصابيري، الياس المالكي وبوكسا؟ ولكن قبل، الا كنتي اول مره غتشوفني خلي معاك شي لايك وتابونا في لاشين. درتيها نبداو. المهم اللي ما عرفش كيك هي واحد البلاتفورم ديال الستريم كيستريميو فيها اغلبيه الستريمرز المغاربه بحال الياس المالكي، احمد الصابيري الى اخره. كيك يلاه بنت مؤخرا وفي مده صغيره قدرت تغلب على منافسين اللي كبار بحال تويتش وتولي هي احسن منصه في هذا المجال. ومن بين اهم الاسباب اللي خلاوها تنجح هي الفلوس الكبيره اللي كتعطي للستريمرز وما كتفرضش عليهم اقتطاعات كبيره بحال تويتش. من بعد ما فهمنا شنو هي كيك، دابا نشوفوا شحال كيربحوا الستريمرز المغاربه. باش نعرفوا شحال كيربحوا خصنا نفهموا كيفاش كتخلص كيك، وهنا غنكتشفوا بعض المصادر. العقود، الكونترا اللي كيسنيها معاهم على المده اللي غيبقى يستريمي فيها، وكتخلص على حسب الشهره والمده اللي سنيتي معاها. فراه كل ما كان مشهور كيكون الصالير ديالو طالع. واكبر عقد غديروا كيك كان مع تراين ريكس تي في بقيمه 360 مليار مغربيه ولمده 16 شهر. ومن الاسباب اللي خلاهم يدفعوا هذا المبلغ الخيالي هي الارقام اللي كيضرب في الستريم ديالو وغير باش يروج ليهم للقمر. وبطبيعه الحال ما كنظنش ان هذا العقد يكون عند شي ستريمر مغربي. الاشتراكات، الدعم المباشر اللي كياخذوه من معظم المتابعين ديالهم شهريا. فراه غير الا كان عنده 500 مشترك وكل واحد كيخلص 50 درهم كل شهر غيدخل فيها الستريمر 2 مليون ونص. كيك كتاخذ 5% وهو كياخذ 95%. التبرعات، الهدايا اللي كيجيو من المتابعين والمبلغ يقدر يوصل حتى للمليون وما كيقطعوا منه والو. وبطبيعه الحال ماشي ديما كاينين التبرعات وانما على حسب كل ستريمر. واخيرا الاشهارات، اي ستريمر يقدر يدوز شي اشهار في اللايف ديالو وما كيكون التدخل الكيك في هذا الشيء من غير الاشهار اللي كتقترحوا اللي هو القمر. دابا ندوزو شحال كيتخلصوا الستريمرز. نبداو بفودكا. بما ان الارقام ديالو ما طالعينش بزاف فما كنظنش انه غتكون عنده كونترا كبيره وما نقدروش نعرفوا بطبيعه الحال. الا مشينا نشوفوا شحال عنده من متابع غنلقاو 170 الف تقريبا، يعني اقل عدد ديال الاشتراكات يقدروا يكونوا عنده هي 400 مشترك. ونقولوا حنايا انه كل واحد كيخلص 5 دولار كاقل تقدير، فراه غتجيه 2 المليون في الشهر. اما الدونيشن يقدر تجيه من مليون حتى لمليون ونص. وبما انه كيدير اشهارات للقمر فراه غيجيه في المجموع من 14 مليون حتى ل 15 مليون، وهذه غتكون صافيه اي انه غيدخلها في الشهر. بوكسا 230 الف متابع، غالبا غيكون عنده اكثر من 500 مشترك. 5 دولار شهريا لكل واحد منهم غتجي شي 2 مليون ونص تقريبا. اما التبرعات حتى هو يمكن تجي شي مليون ونص على حساب. اما الاشهارات فراه تاب وما بقاش كيدير الاشهار للقمر، يعني في التوتال غيوصل لديك 9 مليون. احمد الصابيري 225 الف متابع، يقدر يدخل من الاشتراكات حتى ل 3 المليون. اما التبرعات تقدر توصل ل 2 المليون. وبما انه من الستريمرز المعروفين في المغرب غيكون عنده شي عقد زوين مع كيك ويقدر يدخل في الشهر من 10 حتى ل 12 المليون. واخيرا الياس المالكي 600 الف متابع، غيكون عنده شي 1000 مشترك على الاقل غيدخل 5 المليون غير ديال المشتركين. اما العقد، بما ان الستريمر الاول اللي دوينا عليه عنده اقل من المتابعين ديال الياس وشفتوا شحال عطاتو كيك، فراه كنقول ان القليله اللي كيشد الياس في الشهر هي 50 مليون مغربيه بما انه ما كيديرش اشهار للقبر. هنا غنكون وصلنا للنهايه. ما تنساش تخلي شي لايك، تابونا في لاشين باش تشوفوا من بعد. كان معكم بادر، تهلاو.